اهلا اهلا، اتمنى تكونوا بخير النهارده. ايه رايكم بقى في الجو الحر جدا ده؟ اخترت اعمل معاكم وصفه سهله وبسيطه وكلنا بنحبها وما بنختلفش عليها خالص، وهي الايس كريم. بنحبه بجميع انواعه. هنعمله بمكونات سهله وبسيطه جدا متوفره في كل بيت، وهيطلع معانا كريمي ومش متلج وطعمه حلو جدا بجد. وممكن كمان اولادكم يعملوها معاكم وهيكونوا مبسوطين جدا بيه. يلا بينا على طول نشوف وصفتنا. بس قبل كده لو انتي اول مرة بتشوفيني وعجبك الفيديو، ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نشوف مكوناتنا. اول حاجة انا معايا كيلو من الفراولة، جبتها وغسلتها كويس ونضفتها بالشكل ده وحطيتها في الفريزر لحد ما جمدت كده معايا. ومعايا كمان كوبايه الا ربع من الحليب كامل الدسم، ومعايا نص كوبايه سكر بودره، ومعايا كمان نص كوبايه كريم شانتيه بيكون خام. بس هي دي المكونات بتاعتنا. هجيب بقى محضرة الطعام بتاعتي او الكبة او الخلاط او الهاند بلندر، اي حاجة متوفرة عندكم تقدروا تستخدموها في الطريقة دي من الحاجات اللي انا قلتها. هبتدي ان انا اضيف الفراولة بتاعتي بالشكل ده، بس انا بحاول افككها من بعضيها شوية علشان تكون سهلة في الضرب بالشكل ده. وبعد كده هبتدي ان انا اضيف بقية المكونات بتاعتي زي ما احنا شايفين كده. ضفت السكر البودرة وضفت كمان الكريم شانتيه، وبعد كده هضيف الحليب. بس كده تمام، جاهزين معايا. هضربهم بقى كلهم مع بعض ضربة قوية جدا. تمام كده، بصوا ده الشكل اللي انا عايزاه. كل حاجة هتكون دابت معايا وتفككت، وهيكون القوام معايا ناعم وكريمي بالشكل ده ومتماسك في نفس الوقت، مفهوش اي مية من فوق او في اي حاجة. كده تمام. هجيب بقى العلبة بتاعتي وهبتدي ان انا اضيف فيها الخليط بتاعي بالشكل ده، وهنزله كله زي ما احنا شايفين كده. كده تمام. هغطيه واحطه في الفريزر لمدة ساعة. لو حبيت ازود اكتر هيكون احسن كمان، او اسيبه ليلة كاملة، لكن بعد ساعة هو هيكون جاهز معايا. بصوا بالشكل ده متماسك جدا، مش متلج، وبيتشكل معايا على طول، وطعمه ما اقولكوش كان تحفة جدا بجد. ممكن بقى ناكله بالطريقة ديت. بصوا حلو ازاي. طبعا انا ممكن استخدم اي نوع فاكهة انا بحبها، ممكن احط مانجا، احط كيوي، احط اي فاكهة انا عايزاها او يكون اولادكم بيحبوها. بصوا القوام حلو ازاي. وممكن كمان نعمله في البسكوت، ودي اكتر طريقة بيحبها الاولاد. مش متفكك معايا خالص ومتماسك. هبتدي اشكل معاكم كده واحدة. بصوا كل ده حقيقي العلبة كانت بره الفريزر بالشكل ده، مفكش ولا ساح خالص معايا. اتمنى ان الوصفة تعجبكم، ولو انتوا اول مرة بتشوفوني وعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكوا كل جديد بقدمه. واتمنى ان انتوا تقولولي رأيكم في الكومنت ايه. يلا بينا بقى على طول نروح كلنا نجربها. باي باي.